للأسف أنت هالأخلاقيات هاي اليوم تلقاها بمجتمعنا، البعض يتجرد من هذه الأخلاقيات. عندك طلابة أنت ويا إنسان، نعم جيد، هذا إنسان اعتدى عليك، سلب حقك، صارت مشكلة، خب أنت تريد تأخذ حقك من الإنسان، من تجيب لك 30 40 واحد ودق بيتك، بيت مو بعيال وبأطفال، لعله بالفرع أكو إنسان مريض، لعله يعني هي هاي، مو أنت جاي تروع أطفاله مثل ما عمر بن سعد روع أطفال الحسين. ترى هي الحياة مبادئ، خلي ببالك، فكرة مبدأ. الإنسان اللي عنده مبدأ يتعامل بمبدئه مع كل الظروف والمواقف. يعني مو أنا هذا الموقف إي والله أتعامل بمبدئية، ذاك الموقف لا ما أتعامل لا. الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام مثل ما ذكرناها يقول لأخته زينب في آخر لحظات حياته: ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. يعني حتى في الشدة، حتى في الامتحان، حتى راح يهجم عليكم القوم، لا كن وحدة منكم تصدر منها كلمة الشتين يسيء يقل، لا أبدا. هذه الجوانب يراعيها أهل البيت. فاليوم المجتمع ملتزم بطاعته لله عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، فيلتزم بأخلاقياتهم صلوات الله وسلامه عليهم.